اي سيستم في الدنيا طبعا بيلغي موضوع الاختلاس. الرئيس بتاعنا قالها مفيش حاجه اسمها رشوه. عندك حل لحاجه هم مش بيعملوها، مش عشان هم ضعاف، ولكن عشان دي بالنسبه لهم مثلا مش هتبقى ادد فاليو للشركه. اي مشروع تفكر فيه لازم يكون فيه اي ار بي سيستم، ماشي؟ لان اي مشروع في الدنيا فيه كذا مليون. امتى الشركه تبقى عايزه تعمل سيستم وامتى تبقى مجبوره عليه؟ فيقول لك ايه، طب انا اجيب السيستم بتاع امريكا شغاله في مصر فانا بقى زي امريكا. بس ده ما بيحصلش. بيحصل ايه بقى؟ ان السيستم بتاع امريكا ما بينفعش يشتغل في مصر عشان ده ماركت، عشان في طبيعه تانية، في شخصيه تانية، في دنيا تانية. اللي جاي لك قلت لك انا عايز 12 سياسه بيع، ما هو ده هيتكلف وده هيتكلف عندك، ولا انت ازاي انت بتعمل كل الفيتشرز دي تكلفه اقل؟ ايوه، انا اول حاجه انا ما اشتريتش، انا ما رحتش لاودو، دفعت انا عشان ابقى بارتنر لاودو بدفع فيس اقل بكتير كسعر كاستمر طبعا. بس طبعا انا ممتلك نفسي، انا مش حاسس يعني دي سيرفراتي سوفت وير بتاع بلدي. ايه بقى المعايير اللي تخليني اركب اي ار بي سيستم يبقى متوافق معايا؟ استباي مثلا لما نزل ده ما جابش ايراد للدوله بفكره صغيره جدا جدا، هو ده الاي ار بي. فطبعا بيوفر ارباح رهيبه جدا لاي شركه عاوز اعمل كذا، فبيطلب المعلومه، هو بيجي له اوتوماتيك، خد الكود ده بيلزقه جوه السوفت وير بيشتغل على طول. خلي بالك ان برضه في رجل اعمال بيفكر ان انا هفتح مشروع عشان اكسب فلوس، في رجل الاعمال بيقول انا عاوز انافس في السوق وابقى رجل عالمي. لا، ده حاجه وده حاجه، ده بيدور على سيستم، لكن تاني بيدور على زي بيع.